السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله فيديو النهاردة بسيط هنحاول فيه نحل مشكلة التزييق أو الأصوات المزعجة اللي بنسمعها في السيارة. في منها أصوات بنقدر نحدد مكانها، وأحيانا مش بنقدر نحدد الأصوات دي صادرة من أي جزء. مش هنتكلم عن الأصوات اللي بتكون بسبب مشاكل في العفشة أو في نظام التعليق، لأن ده اتكلمنا عنه في فيديو سابق هيظهر أعلى الشاشة حالا، وهسيبه في أول تعليق. اتكلمنا فيه عن بعض المشاكل والأصوات اللي بتحصل في نظام التعليق، ممكن تتفرجوا عليه إن شاء الله يكون بفايدة. فيديو النهاردة هيبقى عن الأصوات المزعجة اللي بنسمعها من داخل كابينة السيارة، اللي بتبقى ناتجة عن احتكاك أجزاء ببعضها. والأصوات دي بتكون واضحة أكتر مع المطبات أو الطرق الغير ممهدة، سواء مع المشي أو مع فتح وقفل الأبواب. لو أنت مش قادر تحدد الأصوات دي جاية منين بالظبط، بيكون في أكتر من مكان بيحصل منه أصوات مزعجة. ممكن تكون من الكراسي أو زجاج الأبواب أو الأبواب نفسها، ممكن تكون من شنطة العربية، وحاجات تانية غيرهم هنعرفها واحدة واحدة، وإن شاء الله نقدر نحل كل مشكلة. فتابع معنا الفيديو للآخر إن شاء الله يكون بفايدة. وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناة، لأنك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات موجود في القناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. رقم واحد من الأماكن اللي بيصدر منها أصوات الأربع أبواب. لو فتحت الباب كده، المفصلات بتاعت الباب مع تراكم الأتربة عليها ومع الاحتكاك بتبدأ تعمل أصوات مزعجة حتى مع قفل وفتح الباب. لو في عندك WD أو أي مزيل للصدى تقدر تستخدمه، أو ممكن تستخدم زيت عادي. أنا دايما بستخدم مزيتة أنا عاملها، بجيب شوية زيت محرك، زيت عربيات عادي، وبحط عليه شوية جاز وبرجهم مع بعض وبستخدمها، وبتقضي الغرض ومش هتكلفك حاجة. ال WD أو أي مزيل للصدى بحب استخدمهم أكتر لو في مسمار مربوط جامد أو صامولة مش عايزة تفك، برش عليها مزيل صدى بيسهل فكها. لكن أي حاجة محتاجة تزييت زي المفصلات مثلا، دي هترش عليها زيت زي ما وضحنا، والمزيتة دي خليها معاك هتنفعك في حاجات كتير. ولو عايز تستخدم أي مزيل للصدى مفيش مشاكل، بتفتح الباب على آخره وبتبدأ ترش على المفصلات اللي قدامك كلها. بعد ما تخلص هتبدأ تحرك الباب بالطريقة دي كده علشان الزيت يوصل لداخل المفصلات ويلين حركتها. بإذن الله صوت التزييق يختفي من الباب. لو السكاكة أو الجزء اللي الباب بيقفل عنده بالشكل ده كده، مع المطبات الجزء الحديد ده بيبدأ يحتك بالقفل بتاع الباب، فبيصدر منه أصوات مزعجة. بتجيب أي عازل وبتبدأ تلفه على الجزء المعدني بالشكل ده كده، وهترش على قفل الباب كمان علشان تلين حركته. هيمنع معاك أصوات التزييق. لو السكاكة أو الجزء ده عندك مختلف بالشكل ده كده، مع الحركة بيبدأ يجيب أصوات برضو مزعجة. هتبدأ تفك المسمار بتاعه وهتحط عليه شوية شحم، وهتركبه تاني مكانه. ده هيمنع معاك الاحتكاك اللي بيصدر منه أصوات مزعجة، وهتلاحظ إن حركته بقت سهلة. رقم 3 من الأماكن اللي بيصدر منها أصوات مزعجة زجاج الأبواب. لو في أصوات جاية من الزجاج عندك، ده في الغالب بيبقى بسبب إن في بوش أو فروقات بسيطة بين الزجاج والباب. مع حركة السيارة بيصدر منه أصوات، ولما بتيجي تقفل الباب بيبقى في صوت رزع من الزجاج بسبب الفروقات اللي موجودة. والمشكلة دي ممكن نحلها بإننا هنجيب خرطوم زي ده من أي حد بتاع بويات أو حدايد، اسمه خرطوم ميزان مية. هتفتح الزجاج للآخر وهتبدأ تبيته داخل فتحة الجلد اللي في الأبواب بالشكل ده كده. طبعا ده هتعمله في حالة إن الزجاج عندك فيه فروقات واضحة مسببة أصوات مزعجة من الزجاج، لحد ما تخلص الباب كله. احنا كده عملنا تخشينة أو ضيقنا المسافة اللي مسببة إن الزجاج يعمل صوت أثناء المشي، أو بيعمل صوت رزع مع قفل الباب.
في حاجة كمان بيصدر منها أصوات مزعجة وبعض الناس ما تتوقعش إنه يجي منه أصوات. الكرسي أو الكنبة الخلفية، لو الظهر أو المسند بتاع الكرسي عندك لو مش مقفول كويس مع حركة السيارة هيصدر منه أصوات. والسكاكة أو الجزء اللي بيقفل عليه المسند ده ممكن تلف عليه عازل زي ما عملنا في الأربع أبواب بالظبط، وتأكد إن المسند مقفول مظبوط. أحيانا في أصوات تزييق أو خبط بيجي من شنطة العربية. هتيجي عند قفل الشنطة وهترش عليه شوية. كمان هترش على مفصلات الشنطة. وكمان هترش على مفصلات الكبوت. السكاكة اللي في درج التابلو عندك لو بالشكل ده كده هتحط عليه عازل، لأنه مع الحركة ممكن تسمع منه أصوات مزعجة. كل ده هيسهل معاك الحركة ويقلل معاك الاحتكاك اللي ممكن يصدر منه أصوات مزعجة. لو في أي صامولة أو مسمار أو أي حاجة مفكوكة سواء الكراسي أو أي جزء داخل كابينة السيارة، اتأكد إنها مربوطة كويس، لأن أقل حاجة مع المشي وخصوصا في المطبات هتسمع منها أصوات مزعجة. وما تستهونش بأقل حاجة. أنا عندي هنا المسمار ده اللي رابط الطفاية كان مفكوك شوية وكان عامل صوت مزعج، أول ما اتربط كويس الصوت اختفى. كل دي حاجات وأصوات لو موجودة مع بعض في نفس الوقت الصوت هيبقى مزعج جدا داخل كابينة السيارة، والأصوات دي ممكن تخليك تشك إن في عندك مشكلة في سيارتك. والموضوع زي ما احنا شفنا بسيط جدا. لو أي حد بيشوفنا وعمل أي حاجة من اللي قلناها في الفيديو وجابت معاه نتيجة، أو اكتشف مكان تاني غير اللي قلناه وبيصدر منه أصوات مزعجة وحل المشكلة، ياريت تكتب لنا في التعليقات عشان كلنا نستفيد. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل مشاركة عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.